بيخرج من حياتنا أو بنبعد عن حاجة وإحنا ما عندناش اهتمام بالتمسك بيها ومش مهم عندنا نخسرها، بنقول في 60 داهية. ليه 60؟ ليه 60 داهية؟ مش 70 ولا 80 ولا 90 مثلا؟ علشان أصلا رقم 60 له حكاية وقصة بالظبط زي كلمة داهية. أصلا كلمة داهية في القاموس معناها الشخص شديد الذكاء العاقل البصير بالأمور. يعني لا 60 ولا داهية تعتبر سب وقذف أو حتى من الشتايم. طب إيه أصل الحكاية؟ بترجع القصة والسبب إلى ما قبل الإسلام. كانت بتدور معارك بين قبائل مزحج وقبائل همدان، وكان دايما النصر والغلبة لقبيلة مزحج. استعانت قبيلة همدان بالفرس ضد قبيلة مزحج، ورتبوا خطة للقضاء على مشايخ قبيلة مزحج. طلبت همدان من مشايخ مزحج اللقاء بدون حمل السلاح من الطرفين للتحاور والتصالح، وعليها اتجمع 60 شيخ من الكبار والدواهي اللي كلمتهم مسموعة في قبيلة مزحج. وقد كان رتبت همدان مع الفرس مكيدة لقتل كبار المشايخ، وفعلا تم الحضور وغدر بمشايخ قبيلة مزحج، واتقتل 60 شيخ اللي كانوا من دهاة مزحج، فتفرقت قبيلة مزحج. بعدها ظهر قيس ابن مكشوح، وده كان فارس من الفرسان الكبار في قبيلة مزحج. فضل هايم في الجزيرة لغاية ما سمع بنبأ الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ورحل إلى المدينة لمقابلة الرسول عليه الصلاة والسلام. ودار بينهم حوار من ضمنه سؤال الرسول ليه: هل يحز بنفسك ما جرى لقومك؟ فقال نعم. وبعد حوار طويل دار بينه وبين الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، أسلم قيس بن مكشوح ورجع إلى اليمن. ولما حدثت الردة بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، جرى مناوشات مع حاكم صنعاء. تذكر وقتها قيس ابن مكشوح غدر همدان بمشايخ قومه بالتعاون مع الفرس، فقرر الانتقام والثأر ليهم من الفرس وهمدان. ومع كثرة عدد القتلى منهم على يد قيس، وأثناء حصاره قصر فيروز الدليمي في صنعاء وقتله للبزان الفارسي بعد معركته في الرحبة مع همدان، أقام قيس نقطة في مداخل صنعاء، وقاتل كل من ينتمي إلى الفرس أو همدان الجوف. بعدها جاءت الوفود تتوسط إلى قيس ابن مكشوح معاتبين ليه لكثرة القتلى ومناظر الخراب والدمار اللي حلت على همدان والفرس، فقال لهم في 60 داهية، بمعنى ان كل الضحايا والخراب من اجل الثأر ل60 داهية الكبار من مشايخ قومه اللي اتغدر بيهم. وكانت كلمات في 60 داهية من قيس بن مكشوح للتبرير لما ارتكبوا من مجازر وخراب وليس للامبالاة. لكن مع الوقت بقينا نقول الكلمات دي بمعنى تاني خالص حسب التعبير عن حالة الشخص اللي بيقولها والموقف اللي بيخصه. عرفنا يعني ايه معنى كلمة في 60 داهية؟ ده كان أصل حكايتنا النهاردة. استنوني في حكايات تانية كتير وأصل الحكاية.